السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. وبقول لكم برضو بعد العيد كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل طبق بابا غنوج حلو كده وبسيط وسريع. عندي بتنجان رومي زي ما انتم شايفين كده. عملت طبق بابا غنوج بصراحة تحفة، غير اي طريقة تانية معتادة يعني، وطلع جميل جدا وبدون توم. عايزة بقى تحط توم انت حط. عندي اتنين بتنجان رومي اهم زي ما انت شايفة اهو. تسوية البتنجان على البوتاجاز كده افضل بكتير بكتير من الفرن. ليه؟ لان الفرن بينشفه، لكن التسوية على البوتاجاز كده بيبقى حلو اوي. في ناس بتحطه على العين على طول، بس على العين على طول هو طبعا ما بيستوي بيخر ميه زي ما انتم شايفين كده. فالميه دي هتبهدلك البوتاجاز. فحطيه على صاج على صينية على اي حاجة عندك. هو طبعا ما بيبوظش الصواني ولا حاجة. بعد كده بتغسليها عادي، ما فيهاش اي مشكلة خالص. خلاص. خلاص كده انا بقيت ايه ماسكة البتنجانية اقلبها شمال ويمين وفوق وتحت كده لحد اول ما تلاقي الجلد كرمش كده تعرف ان هي ايه استوت. نبتدي واحدة واحدة كده بتقشريها بايدك وتقشر معاك بمنتهى السهولة. بس طبعا ما تبرد شوية، يعني متقشرهاش في سخنة، ان هي بصراحة السخونية بتاعتها بتبقى فظيعة شوية. بقشرها زي ما انتم شايفين كده بايدي، بيطلع على طول القشر معايا. ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بص كده خلاص كده اتقشرت كلها اهو. انا ماسكاها من العنقود بتاعها من فوق، طبعا دي هتقطع بالسكينة لوحده، واعمل التانية زيها. خلاص كده عملت الاتنين، قشرتهم حطيتهم في طبق كده. لسه ما حطيتش اي اضافة. بهرسهم كده بالشوكة، تحطهم في الكبة تهرسهم في الكبة. تهرسهم بالشوكة زي ما انت شايفة كده. اي حاجة اي طريقة يعني. الشوكة برضه هتهرسهم لان هو مستوي جدا. ما بيستوي كده بيستوي قوي، يعني تحس ان هو اتهرى كده، وده اللي احنا عايزينه يعني. بظهر الشوكة كده بنهرسه كله جامد. نبتدي بقى نحط الاضافات. نحط الملح، معلقة ملح صغيرة كده، طبعا على قد الكمية. كمون، سنة فلفل صغيرة جدا في حرف المعلقة. وايه الطحينة بقى اهم حاجة بقى ايه الطحينة. يعني ممكن ما تحطيش توم بس لازم تحطي طحينة. حطي بقى طحينة زي ما انت عايزة. حطيت كمية كده، الحاجة طبعا غالية زي ما انتوا عارفين. الطحينة غليت جدا. ودي كانت بواقي طحينة عندي في البيت. عندي فلفلاية رومي وليمونة ونص فلفل حراق، نص واحدة بس، نص قرن فلفل حراق. زي ما انا قلت لكم قبل كده كذا مرة ان انا ماليش في الحراق، فبحطه كده بس زواق كده للي عايز ياخد حتة معاه وهو بياكل. ان هو البابا غنوج بيتاكل حامي شوية. خدت الليمونة كده عصرتها. حطيت الفلفل، فلفل اخضر عادي متقطع مكعبات صغيرة. بيدي طعم حلو قوي قوي للبابا غنوج. في ناس ما بتحطش الفلفل ده، بس بصراحة جربيه بالفلفل، بيبقى طعمه حلو قوي مع البابا غنوج. خلاص كده الموضوع بتاعنا خلص. خلاص كده امسك بقى الفلفل كده احطه على الوش، عشان زي ما قلت لكم ان انا ما بحبش الحاجة الحامية، بتتعبني بصراحة. فحطيته على الوش. منه ادى منظر للطبق، ومنه اللي هياخد حتة، اللي عايز حامي بقى ياخد حتة منه كده مع البابا. ويا سلام لو عندك زيت زيتون بقى. اوعى كده، اوعى بقى العجل. حبة صغيرة كده بتاع معلقة أكل كده، هتحطيها على وش الطبق أو تقلبيها معاه، مفيش مشكلة خالص. زيت زيتون بيدي طعم حلو قوي قوي لبابا غنوج بجد. معندكيش خلاص مش مشكلة، يعني هيبقى حلو برضه.
ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يلا بقى اللي ناسيني بقى في اللايكات والمشاهدات، واقول لكم السلام عليكم.